اللي قدامك ده يا صاحبي اي لاعب في الدوري المصري او في افريقيا يخجل ان هو ممكن يفتكر نفسه اسطوره في حضره اللاعب ده. الكلام هنا عن الاسطوره الحيه علي معلول اللي بيدور حواليه جدل كبير جدا على مدار الايام اللي فاتت حوالين تجديد عقده مع النادي الاهلي. وقبل ما احسم لك جدل هل تجديد علي معلول ده تكريم ليه ولا عن جداره واستحقاق، الفيديو ده والحلقه بتاعت النهارده قبل اي حاجه هي تقدير وعرفان بجميل علي معلول اللي عمل لنا سعاده كبيره جدا وحاله من البهجه على مدار 8 سنين مع النادي الاهلي بدات من عام 2016. في البدايه وكالمعتاد اللهم انصر اخواتنا وردهم الى ديارهم سالمين. استاذنكم لا تنسوا الدعاء للوالد بالرحمه والمغفره رحمه الله عليه هو وكل امواتنا جميعا. ويلا بينا بدون مقدمات طويله ندخل للتفاصيل على طول. بدايه الاسطوره مع النادي الاهلي كانت في شهر 7 2016 وتحديدا لما انتقل من النادي الرياضي الصفاقسي التونسي للنادي الاهلي، وكانت وقتها قيمه الصفقه 700,000 دولار. صفقه ما كانتش سهله ابدا على اداره النادي الاهلي ولا على المستوى الجماهيري بالنسبه للنادي الصفاقسي لان اتسمت وقتها صفقه الغضب. علي معلول ما كانش وقتها بس كابتن نادي الصفاقسي الرياضي التونسي ولا اللاعب اللي رجعهم على منصات التتويج مره ثانيه بلقب دوري وكاس وبطوله الكونفدراليه، لكنه كان هداف الفريق الاول. ايوه اللي انت سمعته ده مش بضحك عليك فيه. علي معلول رغم انه كان باك شمال لنادي الرياضي الصفاقسي التونسي، لكن عد معايا كده على مدار موسم 2014 و15 و16 كان مساهم في 26 هدف 13 هدف 21 هدف. وفي الموسم اللي انتقل فيه للنادي الاهلي حرفيا كان هداف الدوري التونسي بفارق كبير جدا عن اقرب منافسينه. عشان كده جمهور نادي الصفاقسي وقتها كانوا بيتخيلوا ان علي معلول خطوته اللي جايه لازم تكون اوروبا، ما ينفعش انها تكون لنادي داخل افريقيا وتحديدا واحد من اكتر الفرق اللي كل قاره افريقيا بتمنع نجومها للانتقال ليه عشان ما يزيدش بطش على القاره الافريقيه كلها وهو النادي الاهلي. موسم 2016 كان موسم التعاقد مع علي معلول وبرده كان موسم التعاقد مع محمد الشناوي. قاصد اذكر اسم كابتن النادي الاهلي محمد الشناوي لمعلومه مهمه جدا. من الموسم ده ابتدت اسطوريه علي معلول مش بس على مستوى الارقام ولا على مستوى الانجازات، على مستوى الارقام الشخصيه كمان اللي هو حققها على مدار السبع او 8 سنين اللي فاتوا. علي معلول اللاعب الاكثر مشاركه مع النادي الاهلي من يوم التعاقدات دي. يا جماعه لك ان تتخيل ان محمد الشناوي رغم انه حارس مرمى للنادي الاهلي يعني المفروض عدد مشاركاته يزيد عن اي لاعب داخل الفريق، لكن علي معلول صاحب الاكثر مشاركه خلال الجيل الحالي ب 291 مباراه، اكتر من محمد الشناوي اللي شارك في 283 مباراه. مش كده وبس، علي معلول ما اكتفاش انه يكون مجرد باك، لا علي معلول كان هداف وواحد من افضل صانعين الالعاب داخل النادي الاهلي على مدار تاريخه لغايه وقت تصوير الحلقه دي. مساهم في 131 هدف مع النادي الاهلي، صنع 80 وسجل 51. معلول ما اكتفاش ان هو يكون مجرد مساهم او صاحب لقطات حاسمه، معلول استمر في تكسير الارقام القياسيه لاساطير النادي الاهلي. علي معلول قدر خلال السنين اللي فاتت ان هو يكسر رقم امادو فيلافيو رغم ان هو مهاجم كافضل لاعب محترف على مدار رقم صمد 17 سنه من اللعيبه الاكثر مساهمه مع النادي الاهلي بالصناعه او تسجيل في المونديال. علي معلول بعد ما سجل قدام نادي اتحاد جده السعودي ونادي اوراوا ريد في النسخه السابقه من بطوله كاس العالم للانديه اصبح اكثر لاعب محترف في تاريخ النادي الاهلي مساهمه وصناعه برصيد 3 اهداف وصناعه 3 اهداف. علي معلول نقول له كل سنه وهو طيب، فاضل له شهرين بس على انه يكسر رقم فيلسبيرتو او جilberto المعروف الانجولي الشهير جدا على مستوى الظهير الايسر للنادي الاهلي، لما علي معلول ان شاء الله يكون تم 8 سنين ويكون عادل رقم ال8 سنين بتاع بقاء جilberto مع النادي الاهلي في حقبه مانويل جوزيه. ان كان علي معلول اسطوره مفيش ادنى جدال، لكن السؤال المهم هل هي اسطوره وانتهت؟ عايز اقول لك ان انا كمشجع من مشجعين النادي الاهلي بقالي 3 أو 4 مواسم بسمع الكلمه دي. طب تعالى كده نشوف ارقام علي معلول على مدار اخر 3 مواسم عمل فيها ايه. موسم 2021 موسم القاضيه ممكن كان علي معلول الكل بيتكلم قبل مباراه القاضيه ان زيزو هياكل عليه عيش، في حين ان علي معلول خلال الموسم ده قدر ان هو يساهم ب 21 هدف مع بيتسو موسيماني. في موسم واحد قدر يسجل فيه 6 اهداف واصنع فيه 15 هدف. الموسم انتهى والكل قال لك علي معلول عمل موسم كويس جدا، لكن حان وقت ان النادي الاهلي يبتدي يدور على بديل كويس ليه بدل ما يجدد له. حصل تجديد للنادي الاهلي في الفتره دي مع علي معلول بعقد جديد لمده 2 سنين عشان علي معلول يواصل ابداعاته مع النادي الاهلي، عشان في موسم 2021 2022 يقدر ان هو يساهم ب 16 هدف بالتمام والكمال، سجل 7 اهداف وصنع 9 اهداف. وخلي بالك الموسم ده الناس كانت بتتكلم عن ان علي معلول ارقامه ابتدت تنخفض وارقام معلول وتاثيره على النادي الاهلي بدا في الزوال، لكن تعالى بقى للموسم اللي بعده الموسم الاسطوري باتم معنى الكلمه وده لاسباب كتير هتكلمك عنها، هو موسم 2022 2023 مع مارسيل كولر اللي قدر ان هو يساهم فيهم ب 28 هدف، سجل 12 هدف وصنع 16 هدف. علي معلول على مدار ال3 مواسم دول اللي الناس كانت بتقول لك عليهم فيه ان هو انتهى كان صاحب ابرز لقطات للنادي الاهلي خاصه في نهائيات البطوله الاهم دوري ابطال افريقيا. اليساري يمشي الجناح وليس ظهير طاير
يطير عليه والهدف الاول للنادي الاهلي، الهدف الاول للنادي الاهلي. عمرو السولية، عمرو يفجر. بنتكلم عن الاسيست اللي عمله لعمرو السولية في بدايه مباراه نهائي القرن ما بين النادي الاهلي والزمالك، الاسيست اللي فتح باب فوز كبير جدا للنادي الاهلي. مش كده وبس، ده كمان هو اللي عمل الاسيست لحسين الشحات، الفرصه الشهيره اللي ضيعها لما كان ما بينه وما بين الجون مترين وراح سددها في القايم، وعلي معلول كان صاحب لقطه الهدف الابرز او صناعه الهدف لمحمد عبد المنعم، هدف النادي الاهلي على ملعب مركب محمد الخامس في اياب نهائي بطوله دوري ابطال افريقيا السنه اللي فاتت، اللي من خلالها النادي الاهلي قدر يحقق البطوله ويعيدها لخزائن القابه مره ثانيه. كل الكلام ده يبين لك ان معلول مش صاحب ارقام بس، ده صاحب لقطات مهمه جدا في تاريخ النادي الاهلي عملت بهجه كبيره جدا. اسطوريه موسم 2022 2023 ان علي معلول مش بس رجع بارقامه القويه مره ثانيه اللي هي بتاعه الارقام الموسم اللي قبل فات ما كانتش ضعيفه اصلا، لكن الموسم ده علي معلول تحدى نفسه لان مارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي غير الخطه ل 4-3-3. وهنا نيجي عند مسمى وظيفي مهم جدا لعلي معلول، الناس كتيره بتختلف عليه وبتقول لك ان علي معلول ثغره دفاعيه داخل النادي الاهلي. علي معلول يا جماعه مش فول باك، يعني لاعب مقسمه المهام بتاعته ما بين دفاع وما بين هجوم. علي معلول نقطه قوته من ايام ما كان في الصفاقسي لغايه ما النادي الاهلي تعاقد معاه ولغايه يومنا هذا هو لاعب وينج باك، لاعب باك لكن من مقومات الوينج الهجومي، اللاعب اللي قوته اصلا تتمثل في 90% من الاسهامات الهجوميه اللي هو بيقدمها مع الفريق الاول. ورغم ان خطه 4-3-3 خلت علي معلول في حمايه دفاعيه اقل، لان بدل 4-2-3-1 وجود 2 محاور ارتكاز واحد منهم دايما بيميل لحمايه علي معلول. علي معلول على الرغم من كده قدم في الموسم ده ارقام اعلى من الموسمين اللي سبقوه بالرقم اللي انا قلته لك، 21 مساهمه تهديفيه. وهنا بقى نيجي للسؤال الاخير والاهم، تجديد علي معلول هيكون تكريمي ليه على مسيرته ولا عن جداره وعن استحقاق؟ عايز اقول لك بخلاف موضوع التكريم ده، علي معلول ضحى كتير جدا عشان النادي الاهلي من قبل ما ينتقل للنادي الاهلي. علي معلول في 6/2016 كان عنده عرض قوي جدا من نادي اندرلخت البلجيكي قبل ما يختار ان هو ينتقل للنادي الاهلي عشان يبني مسيرته معاه. علي معلول قبل ما يجدد عقده مع النادي الاهلي اللي فات في سنه 2021، رغم ان كان لسه فاضل في العقد بتاعه مده سنه وكان ممكن يدي لنفسه وقت اكتر ان هو يفكر في العروض اللي جايه له، كان عنده عرض من نادي الدحيل القطري، عنده عرض من نادي بيراميدز، وعلى الرغم من كده قرر يكمل مسيرته فقط مع النادي الاهلي. علي معلول لغايه السنه اللي فاتت كان عنده عرض قبل بدايه الموسم من نادي الشباب السعودي، لكنه فضل ان هو يستمر مع النادي الاهلي. علي معلول كان ولا زال وهيفضل بامر الله خلال الموسمين اللي جايين معادله صعبه جدا على اي منافس، لان علي معلول ما زال محافظ على ارقامه وبقليل من المجهود وتقنين المشاركات المستمره ليه مع النادي الاهلي، ومارسيل كولر مدرب ذكي ويقدر يعملها، يقدر يريح علي معلول على اوقات من الموسم عشان يحافظ على مجهوده خلال الفتره اللي جايه. وخليني اقول لكم على حاجه من الاخر، علي معلول مش متخيل النادي الاهلي في موسم مونديال 2025 من غيره. معلول انت جديد وتم مع النادي الاهلي هيكون عن جداره وعن استحقاق، وان شاء الله نسمع اخبار كويسه في الملف ده خلال الايام اللي جايه. قول لي رايك انت كمان في التعليقات، شايف ان علي معلول يجدد مع النادي الاهلي ولا دي مرحله ان النادي الاهلي يبدا في البحث عن خليفه لعلي معلول؟ مستني اسمع رايك في التعليقات وبس. يا رب تكون الحلقه عجبتكم واشوفكم على خير ان شاء الله خلال الحلقات القادمه. شكرا ليكم ودمتم بخير والسلام عليكم ورحمه الله.